أصدقائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندسين المسجلات الإلكترونية، أتحداكم إن كنتوا تعلموا بهذه الفكرة. تمام؟ حتى أنا إيش بنبصرها أنا في الميكروفون في السماعات، لأنه بيجي زايد وناقص، يعني أرت ونار. إحنا بنستهزي فيها. أرت ونار سماعة بنركبها كذا وتغني، تركبها كذا وتتغني. ايش فيها؟ بنستهزي بهذه الحركة، وهي مهمة جدا. ما قد لاحظت كثير زباين بيجوا عندك او عندي او عند اي واحد يركب سماعات فترة وحرقي، وركب سماعات فترة وحرقي، وركب سماعات فترة وجاي قال هذه ما عاد حرقتش، هذه البقعة حرقت. وندي لنا اعداد ما احناش دارين فيها المهمة هذه، والمهمة في محلها ما بين الزائد والناقص. شوف ايش السر. شوف يا سيدي عيني، هذه طبعا من ارتونات. ركز للسماعة ايش هتسوي. الضغطت لا تحت، الضغطت الى تحت. شوف لما اقلبها لا فوق. إذن ما هو الهدف من هذا؟ لو اقترب علينا السلك، النار رجع عند الأرض والأرض عند النار، ايش بيحصل؟ هذا بينتفخ لا فوق يستاك. فيما الملف يخرج من المغناطيس، مرة قفا مرة قفا مرة استأكل حرقت. لكن لما تكون على الوضع حقها الصحيح تهبط تنزل حقها المكان المنحوت ولا بيحصل لها أي حاجة وبتعيش عمر. هذا ما حبيت أن أقوله لكم. كلهن مهمات وكلهن لهن فوائد، وتحياتي لكم.